سؤالان مواليان حول النقل الحضري تجمعهما أيضا وحدة الموضوع، وسنعرضها دفعة واحدة. البداية فريق التجمع الوطني للأحرار، وموضوعه وضعية النقل الحضري بالمدن. كلمة لأحد السادة المستشارين المحترمين فريق التجمع الوطني للأحرار. تفضلوا سيد محمد سيد الرئيس. سؤالنا يتمحور حول إشكالية النقل الحضري. شكرا سيدي. شكرا سيد المستشار المحترم سي محمد حنين. السؤال الثاني موضوعه تدبير النقل الحضري داخل المدن واستيعاب الأشكال الجديدة منه. كلمة لأحد السادة المستشارين المحترمين من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية لتقديم السؤال. تفضلوا السيد الكحل. السيد الرئيس، السادة الوزراء، اسمحوا لي قبل طرح السؤال أن أجتزئ بعض التواني لنشكر السيد الوزير، لأنه حتى الناس بدأت تتمل كاع تمشي من هذه الجامعات المحلية وما تبقاش تهدى، وعلى الأقل هذا العرفان تيرد لنا شوية الاعتبار اللي باغي يناضل ويكافح في هذا الإطار. شكرا سيد الوزير. السؤال ديالي يرتبط باستراتيجية النقل الحضري وإمكانية اعتماد هذه التقنية ديال أو التطبيقات الذكية لخلق إشكال اللي أصبحت اليوم مسألة عالمية. عندنا المشكل ديال المأذونيات. أظن أن المأذونيات في المغرب قاموا بالدور ديالهم وأداوا الدور ديالهم. الدولة خصها تفكر في آليات جديدة، إما نشريو هذه المأذونيات وندخلوا في أي تدبير حديث ونحلوا هذه الإشكالية باش يمكن نكون عندنا في 2030 واحد النقل اللي كاين في العالم كله، التطبيقات الذكيه، وما كاين لا صداع في باب لاكارات، هذا يغوت وهذا يحيي وهذا يدير. بغينا واحد النقل يستجيب لهذه التحولات وهذه التظاهرات اللي بغينا نديروها في المغرب. شكرا سيد المستشار. تفضلوا السيد الوزير للإجابة على السؤالين المتعلقين بالنقل الحضري. شكرا. شكرا السيد الرئيس المحترم. السيدات والسادة المستشارون المحترمون، سعيا منها لبناء منظومة تنقلات حديثة وعصرية تستجيب للتحديات والإكراهات التي يواجهها قطاع التنقلات الحضرية والنقل، تعمل وزارة الداخلية على التطوير المستمر لهذا القطاع من كل جوانبه، وذلك من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير والإصلاحات، أهمها تمويل المشاريع المهيكلة للنقل كالترامواي بالرباط والدار البيضاء والحافلات المستوى العالي للخدمات الدار البيضاء وأكادير من خلال صندوق مواكبة إصلاحات النقل الحضري والرابط بين المدن الخاط بشراكة مع الجماعات الترابية المعنية، كما تم إطلاق الدراسات المتعلقة بهذه الحافلات على مستوى مدن الرباط، مراكش، طنجة وفاس، بالارتكاز على تقارير التتبع الميداني والدراسات